طيب شيخنا، إذا نعود الآن إلى نشأة التشيع كما ذكر ذلك غير الشيعة حتى نصل إلى ما نراه يعني صحيحا في هذه المسألة. كيف؟ أقول يعني هل من غير الشيعة من المؤرخين أو العلماء من ذكروا كيف نشأ التشيع وأين نشأ؟ طبعا كلام العلماء، يعني عدد من العلماء تكلموا في قضية التشيع ونشأة التشيع. من هؤلاء ابن حزم رحمه الله تعالى المعروف، الذي يقول بأن التشيع أنه بدأ بعد أن ولي عثمان، ويقول وبقي 12 عاما، ثم بموته حصل اختلاف وابتدأ أمر الروافض. يقول بعد قتل عثمان رضي الله عنه حصل اختلاف وبدأ أمر الروافض. قاله في الفصل في الجزء الثاني صفحة 8. وقال غيره من العلماء، يعني عدد من العلماء ابن حجر وغيره قالوا بهذا بأنه بدأ التشيع بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن الشخصية المهمة التي قد قالت بالتشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي. يعني هو هذا الرجل هو الذي يعني هو المؤسس الحقيقي للتشيع. هذا قاله عدد من علماء الإسلام، منهم ابن حزم ومنهم ابن حجر وغيرهم كثير من العلماء قالوا بهذا، وأن التشيع الذي هو التشيع ليس التشيع السابق والتشيع السلف، وإنما التشيع الذي هو الرفض والغالي، فهذا كان مبدأه من عبد الله ابن سبأ اليهودي. فذكروا طبعا روايات في أن أصل التشيع هو مأخوذ هو عن طريق عبد الله بن سبأ اليهودي. حقيقة عبد الله بن سبأ يحتاج أن نقف معه بعض الوقفات إذا ممكن، أو نؤجله قليلا. نعم. فطبعا هذا الرأي وهذا القول يعني لم ينفرد به أهل السنة، لم ينفرد به أهل السنة. طبعا أولا شخصية ابن سبأ، شخصية عبد الله بن سبأ، هنا يوجد من ينكرها أو ينكرها الشيعة، بل ينكرون وجودها أصلا، وينكرون انتسابهم إليه، وأنه هو الذي أسس مذهبهم. فهم كما هو معروف أنهم يسمون أنفسهم شيعة آل البيت ومدرسة آل البيت، بينما الحقيقة أن وينكرون بعضهم ينكر شخصية عبد الله بن سبأ أصلا، لكن الحقيقة أن شخصية عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية، أن شخصية حقيقية وتكلم عنها بعض أئمة الشيعة وأثبتوا وجود عبد الله بن سبأ. كانوا مادحين له قادحين؟ لا، هم طبعا ذكروا، طبعا هم قد يكون يتضمن القدح، لكن المهم أنهم ذكروا المعتقدات التي دعا إليها عبد الله بن سبأ. نحن الآن نقول الشيعة الذين ينكرون شخصية عبد الله بن سبأ، نقول لهم ليس المهم أن تنكروا شخصيته، أنكروا المعتقدات التي دعا إليها، والتي أيضا تقولون بأنه هو أول من دعا إليها، كما تقول بذلك كتب الشيعة المعتمدة، وتثبت بأن عبد الله بن سبأ هو الذي دعا إلى هذه المعتقدات. نحن إذن يعني غير الشيعة في التشيع قلنا بأنه قد قال به عدد من العلماء، أثبتوا بأن التشيع يرتبط بعبد الله بن سبأ. طبعا قد يقولون نحن لا نعترف بقول مخالفين، صحيح، ولا نعتد بقولهم الذين هم من السنة ومخالفين لنا، نقول لهم هذا القول قد قاله علماءكم بل هم قبل هؤلاء. ممكن أمثلة على هذا يا شيخ؟ نعم، عندنا عدد من الأمثلة من الكتب التي قالت به من كتب الشيعة. أولا كتاب القمي، سعد بن عبد الله القمي، وهو كما يقول شيخ الطائفة وفقيهها ووجيهها، وهذا نعت من النجاشي في يعني نعته للقمي. والقمي توفي في عام 301 من الهجرة، يعني مبكر، يعني ولد في عام 229 وتوفي في عام 301 من الهجرة، فهو يقر بوجود عبد الله بن سبأ، ويذكر بعض أصحابه الذين تآمروا معه ويلقب فرقته بالسبائية، يعني عالم متقدم ويصف فرقته بأنها السبائية، وأنها من الشيعة يعني، أو لا يقر بهذا، يعني قد لا يقول بأنها من الشيعة، طيب، لكن يسميها السبائية.
يرى أنها أول فرقة في الإسلام قالت بالغلو، أول فرقة في الإسلام قالت بالغلو. أيضا شوف أمر مهم جدا، وهو يقول بأن ابن سبأ هو أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وادعى أن علي رضي الله عنه أمر بذلك. شفت الشيعة ينكرون عبد الله بن سبأ، لكن ماذا يثبتون؟ ماذا يقول النجاشي؟ بأن عبد الله بن سبأ هو أول من أظهر الطعن. معنى كلام النجاشي، معنى كلام القمي، بأنه قبل عبد الله بن سبأ لم يكن أحد يظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما بدأ هذا الطعن بالصحابة بدأ بعبد الله ابن سبأ، مدعيا أن عليا هو الذي أمره بذلك. يقول بأن علي هو الذي أمره، أنه علي الذي أمره بذلك. طبعا يقول أيضا القمي بأن عليا لما بلغه ذلك ماذا حدث؟ أمر بقتله ثم ترك ذلك واكتفى بنفيه إلى المدائن. هذا في كتاب المقالات والفرق صفحة 20 للقمي، أحد أئمة الشيعة. شوف لاحظ يتضمن هذا كلام جدا مهم، لأحد أئمة الشيعة، شيخ الطائفة، فقيهها ووجهها، كما نعته بذلك النجاشي، أحد أصحاب الكتب المعتبرة، كتاب الرجال للنجاشي في صفحة 126. واضح؟ فلاحظ تضمن أمرين: أولا أنه أول من أظهر الطعن على الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان، ثم أيضا أن علي شو موقفه من هذا؟ أراد أن يقتله لهذا القول ودعوته للغلو، ثم ترك علي رضي الله تعالى عنه ذلك وأمر بنفيه إلى المدائن. هذا الكلام القمي لم ينفرد به، وإنما نقله عن بعض أهل العلم، كما زعم هو أن عبد الله بن سبأ يقول كان يهوديا فأسلم ووالى عليا، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى عليه الصلاة والسلام، كان قبل أن يسلم كان وهو على يهوديته، كان يقول بأن يوشع بن نون هو وصي موسى عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم ظاهرا، طبعا لما أسلم ظاهرا نقل هذا المعتقد للإسلام، فقال بأن علي هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي بمثل ذلك. يقول هو أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أبي طالب. هذا كلام من؟ القمي، نقلا عن بعض أهل العلم. أي نعم، يقول ذكر أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أبي طالب، أظهر البراءة من أعدائه وأكفرهم. شفت؟ يقول القمي فمن ها هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. هذا اعتراف عالم من علمائهم. ذكر ماذا هنا؟ ذكر معتقدات الشيعة. ولذلك نحن الشيعة الذي يقول أنا لا أعترف بعبد الله بن سبأ ولا بشخصه، بل تجد من يلعن عبد الله بن سبأ ويلعنون عبد الله بن سبأ، نقول لهم ليس المهم أن تنكروا شخص، المهم أن هذه عقيدته، أن تنكروا العقائد التي دعا إليها، وكما يقول علماءكم أنه أول من دعا إليها وأول من نادى بها.